تذاكر، لأنه لحد الآن استغربنا كثير لماذا كل مباريات متوفرة فيها تذاكر إلا مباريات المنتخب الجزائري. شفنا في بعض الأحيان مدرجات مش ممتلئة عن آخرها والتذاكر مش موجودة على المنصة. الكثير من الإعلاميين الجزائريين تطرقوا لهذا الأمر. في كل مرة الاتحادية تراسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وتطالب بفتح المنصة من جديد. تم فتحها أمس لفترة قصيرة، فيه ناس اختارت التذاكر لكن بعدها ما تعطيكش يعني معلومة أن التذاكر انتهت، بل تقول لك غير متاحة حاليا. تبقى ناس كثير راهم في مراكش راهم يشكيو، كاين يتصلوا بيا كثير يشكوا من التذاكر اللي مش موجودة. إن شاء الله يحل هذا الموضوع قبل مباراة الغد، ويمكن يتمكن المنتخب الجزائري من حضور جماهيره، خاصة أنه ملعب مراكش أكبر من ملعب الرباط من ناحية السعة. والجماهير الجزائرية معروفة. احنا المنتخب الجزائري انا نتمنى لو كان تلعب كاس افريقيا دائما في شمال افريقيا حتى يحضر منتخبات الجماهير الجزائريه تحضر بقوه. وما شفناش منتخب جزائري شارك في شمال افريقيا وخرج من الدور الاول. احنا دائما يعني النكسات تاعنا تكون في خارج شمال افريقيا، يعني في ادغال افريقيا، في القاره السمراء. في القاره السمراء هي كاع قاره سمراء، كاين شمال وكاين ادغال افريقيا. الجماهير ان شاء الله يكملوا يساندوا المنتخب بهذه الطريقه ونروحوا نصف النهائي